السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى عيلة واخوات في الدنيا؟ وحشتوني، بحبكم قد الدنيا دي كلها بالحاجات اللي فيها. فضلا وليس امرا، حطوا اللايك واشتركوا في القناة واعملوا زرار الجرس على الكل. نفسيا يعني ارتحت كتير قوي، وحاسة ان انا لسه ما رجعتش هنا. كنت بسمع ناس بتقول كده ومش عارفة ايه والكلام ده، فانا حرفيا لسه ما رجعتش هنا. تالت حاجة بقى، بشكر من كل قلبي بنت السعودية طول الرحلة. يعني طول فترة وانا قاعدة في مكة دي، بالنسبة لأهل السعودية وهم معروفين بالكرم بكل حاجة حلوة. بجد والله العظيم ده معز أهل السعودية. وانا عرفت كلمة ده معز أهل السعودية دي بتتقال ليه، لاني فعلا فعلا أهل الكرم. ويعني حرفيا والله 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 انا او فارس لينا الشرف ان احنا رحنا هناك. وشكرا شكرا، انا هوريكم دلوقتي هي جابت لي ايه. شكرا 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 من هنا المليون شكرا، دي قليله عليها. وهي ما تعرفش ان انا اشكرها، وهي ما كانتش عايزه حد يشكرها. نبدا بقى. انا مش عارفه، انا عمري ما عملت معاكم جيت ريدي ويز مي، عمري ما فتحت معاكم حاجه. بس يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفيديو هيمشي بسلام وعلى خير، وهنفتح الشنط. لاني والله انا فتحت بس دي، وخدت حبيبه قلبي ونور عيني بنت السعوديه، كانت جايبه لماما الكريم الموف والسبراي ومش فاكره ايه تاني، فخدتهم معايا وانا رايحه لها. الا كده انا ما فتحتش ابص على. بصوا بقى، مبدئيا انتوا هتعذروني على التصوير، اولا لان انتوا عارفين ان انا ما بعرفش اقعد على الارض، ثانيا لاني الستاند مكسور. فاحنا هنفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ظهرت في وشي الميكاديميا. يعني والله العظيم كان حلم حياتي ان انا اجيبها من هناك. الميكاديميا دي اللي انا قعدت اقول لكم في تايلاند ما جبتهاش مش عارفه ايه، ومعاها المفتاح بتاعها. على فكره الولد اللي كان في البارتيشن في لولو كان هندي، وقال لي هجيب لك المفتاح، بس ما رضيش يديني فاكيوم. يعني هي نفس الوزن، فضاها من الفاكيوم وحطها مش عارفه ايه. تاني حاجه تانية، طبعا انا لما كنت بشتري حاجه كنا بنفتحها في الغرفه، كنت بدوقها انا وصاحبتي عشان خاطر يعني حبيبتي اللي معايا في الاوضه، عشان خاطر نعرف اذا كانت ايه نشتري منها تاني ولا مش قد كده. فجبت دي، بس بصراحه حسيت ان انا اصلا ماليش في تانج، فقلت ان هو كفايه كيس واحد. تالت حاجه نور عيني وقلبي وروحي جابتها لي، يعني دي اللي انا كنت بحبهم بس اللي كانوا بيدوقوا منها. ايه اللي هنا؟ لا ده انتوا هتتفاجئوا بدي كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. لبن نيدو الكبير. مش عارفه ليه برضو هرجع واقول لكم تاني انا محرجه وانا بصور معاكم فتغاضوا. دي المفروض يعني ان هي كانت بيجامه، انا جبتها عشان انا كنت محتاجه بنت، يعني كنت محتاجه بنطلون لونه اسود، فانا جبت البيجامه دي عشان اخد البنطلون بتاعها. الفكيره دي برضو الفكيره بتاعت حبيبتي اللي كانت معايا في الغرفه دودو. تالت حاجه فروسه جاب المعلم اللي هو اللابتوب بتاع القرآن. اهل السعوديه كلهم جمال بجد وحياة ربنا. يعني كنا واحنا ماشيين مثلا فارس ماشي سلم عليه حد يديله مثلا 5 ريال، يديله مثلا شوكليت كاندي كده. فبجد مش قادره اقول لكم. ده غير طبعا الماتيريال بتاعت الشنط غير الماتيريال بتاعتنا. يعني بصوا الشنطه ما شاء الله الله اكبر، مستحمله حاجه فيها 5 كيلو. احنا الشنط عندنا بمجرد ما تاخديها من البندوب تروح كده. اخيرا هاكل رز بسمتي بتاع السعوديه. يعني بصوا اكتر حاجه انا عايزه اقول لكم، كنت بدور هناك على الرز اللي هو بوكاس، بس كل ما كنت بروح الهايبرات الكبيره ما كنتش بلاقيه. يعني كنت بلاقي مثلا في لولو رز لولو، كنت بلاقي مش عارفه في ايه رز ايه. فقلبي قلبي قلبي قالت لي انا بعتلك الحاجه اللي انا باخد منها اللي انا بستخدمها. فبعتت لي رز هندي يعني بسمتي. بعتت لي رز تاني، انا اخاف واجزم ان انا محرجه اسالها هو الرز ده ايه. اسمه سنو وايت ارز كالوريز. هل هذا الرز بتاعنا المصري ولا ده رز مختلف؟ لاني انا عارفه ان الرز العادي بتاعنا اللي هو المصري بيتكتب عليه رز مصري في اي حته في اي دوله يعني. اعذروا جهلي، الفيديو ده كده هيطول، انا هحاول انجز.
اللي انا معرفش انا اشتريتش منه تاني ازاي، الزبيب الاسود، مزز مزازه تحفه حفان غير طبيعي، زبيب اسود هندي. وده قلت اجربه معاكم، اسمه الوها، عباره عن عارفين الكراكرز اللي هو بريك، اللي هو الكيس بريك بتاعنا في مصر، هو ده بس بالثوم. ده بالثوم، اندونيسي برضو من لولو. بلس كمان الشاي الكرك بتاع النودي اللي قعدنا نختاره مع بعض، وقهوه بالهيل. قلبي وروحي عرفت ان انا ما جبتش بلح، لحقتني جابت لي الصقعي بالعسل واللوز والسمسم، لاني الولد اللي في الفندق قال لي انا ما عنديش صقعي، وقال لي اسم تاني كده مش فاكره كان ايه هو، برده هي قالت لي عليه وقال لي معيش، ما عنديش الكوسايم اعتقد. هو قال لي حاجتين، ده بقى اللي انا بموت فيه. انا ما كنتش اعرف اسمه ولا كنت اعرف شكله ولا كنت اعرف اي حاجه عنه، بس البلح اللي انا اكلته في السعوديه او التمر اللي انا اكلته في السعوديه غير التمر اللي عندنا. طب ما جبتيش ليه يا نوره؟ عشان انا ما كانش معايا وزن. هتسالوني ليه؟ هقول لكم والله انا ما فاكره اشتريت ايه. يعني انا بفتح معاكم الحاجه دلوقتي انا ما فاكره معيش وزن ازاي. الحاجه اللي انا كان نفسي اجربها في تايلاند واستخسرتها في نفسي جبتها في السعوديه، التمر الهندي السليم، يعني التمر الهندي اللي على بعضه كده. ده عايزه اقول لكم كان حلم حياتي ان انا اكله، والله العظيم كان حلم حياتي والحمد لله ان انا حققته. جبت بيرفكتيل، يعني المصاريف اللي انا صرفتها بقى هي اللي على حاجات الكوزماتكس. جبت بيرفكتيل، جبت دي من سنتر بوينت، كانوا الاتنين مع بعض عاملين اوفر تقريبا 25 ريال اعتقد يعني، بس ريحتها فظيعه. وده شاي كرك وده شاي كرك وده مسك، اعتقد مني مع الاوردر كده، يعني ايه مش عايز يفاصل او مش عايز يديني باقي، كان بيديني مسك 4. ادي سيباميد مرطب و يعني انا ايه اللي ما خلانيش اجيب الاحمر واللون التاني مش عارفه، بس هو بنادول الازرق ده عشان يعني هو اللي بيبقى سيفتي في كل احوالكم يعني. جبت سيباميد شامبو برضو، جبت واحد بس. مبدئيا كده الشنطه دي انا اشتريتها من هناك في السعوديه، هي ودي. طبعا الشنطه دي لو احنا عندنا هنا في مصر هتعدي ال 3-4000 جنيه. ايه الاختلاف ما بين الاتنين وانا ما خدتش بالي منهم؟ في واحده جبتها ارخص من التانيه ب20 ريال، يعني في واحده اغلى ب20 ريال. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ ان دي في واحده منهم ب4 عجلات اللي مقاسها اكبر، في واحده منهم بعجلتين و2 سندات من قدام اللي مقاسها اصغر. فهي دي الاختلاف ما بينهم، عشان انتوا تبقوا مركزين، عشان انا ما خدتش بالي من الحوار ده، لاني كنت عامله عمره واليوم ده ما كنتش نمت خالص حرفيا والله، ولا ساعه ولا ثانيه، وكنت سايبه فارس، فقلت ارجع الحقه، فهمتوني؟ بس فدي حاجه. الحاجه التانيه اللهم ذكرني يا رب. خلوا بالكم ان الشارع ده اسمه شارع الكعكعي، هو ده اللي لقيت فيه عنده الشنط دي رخيصه جدا 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 جدا. هو ناحيه الحرم جنب منازل العين، لا مش جنب منازل العين، ناحيه النخبه. بسم الله، انا حاسه ان دي اللي فيها المفاجاه الكبرى، والله كان نفسي اسيبها للاخر. جبت من الاسدال ده، استنى هوريكم، انا مش عارفه، جبت من الاسدال ده معرفش كام واحد، بس انا جبت منه البني والاسود والبني واللي هو البني، بس انا اعتقد ان انا جبتهم مقاساتهم كبيره، يعني عشان حبايبنا كلهم يبقى معاهم. واسود فابيض، واعتقد في منهم تاني حاجه جات لفروسه هديه من مامة ولدين وبنوته، يعني راجلين كبار وبنوته، وهي وزوجها، ناس جميله جدا جدا جدا. مهما انا احكي لكم واوصف لكم ان انا الرحله دي عرفتني على ناس جميله ازاي، والله ما هتصدقوا. من نفسها اخر يوم في المدينه لقيتها بتنادي عليا بتقولي تعالي يا نوره انا جبت الفارس دي، وبصي مكتوب عليها ايه، مكتوب فارس. اقسم بالله ان انا يعني كنت بعمل سجاجيد الصلاه ونسيت اجيب لي فارس. يعني حصل معايا موقف كده، والموقف ده خضني، خفت اقف اجيب سجاده تانية، ويشاء ربنا ان هي تتبعت له عشان رمضان، يخليها لاولادها ولاحبابها ولحفيدتها حبيبه قلب فريده.
وجبت دي بس مش عارفه حسيتها مسكره قوي. انا ما اعرفش ازاي جبت علبه واحده بس، كنت ناويه اجيب لكل اخواتي والماما، بس والله العظيم هي حصلت دروب كده. دي بالكاجو، بحب طعمه، يعني انا بحب طعمه فجبته. قلبي وروحي ونور عيني جابت لي النسكافيه، اي حاجه هي جابتها لي في قلبي. وجبت صدر وصدر وصدر، تمام. وجبت مستكه ومستكه، وجبت حنه بس جبت كيس واحد بس، غبيه قوي صح. ودي اوريها لكم ولا استنى في رمضان؟ دي الهديه اللي جت حاجه فارس مبسوط بيها في الرحله دي اللي الشركه جابتها لهم. هما كانوا بيسالوا اسئله بيدوا جوائز عليها طبعا، يعني هما عارفين اللي هو ايه، كنوع من التسليه كده واحنا في الباص. فطبعا فارس كان اليوم ده محروق، اليوم ده كان تعبان جدا وصمم ان هو يروح الرحله. قعدت اقول له طب نقعد، قال لا، كان جبل عرفات. عايزه اقول لكم ان دي اسعد حاجه بالنسبه لفارس، والله اسعد حاجه بالنسبه لفارس. انا اسفه معلش، الكحه لا راضيه تروح ولا صوتي راضي يرجع. اللي هي كجو كده، عارفين اللي هو تسليه عقبال ما نوصل للمزارات. فكتر خيرهم بجد 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 بجد، بشكرهم من كل قلبي. فارس اليوم ده كان محروق وكان ماشي قط كده وشكله مش احسن حاجه خالص. جبروا بخاطره عشان هم عارفين ان اكيد هو في الدين مش ما شاء الله زيهم. جبروا بخاطره فرحوه وراحوا جايبين له جلابيه اتفصلت عليه. يعني الجلابيه دي هو اللي مختار الشكل، مختار اللون، مختار كل حاجه متفصله على مقاسه بالظبط. بجد لما انا بقول لكم ان معرفه الناس كنز دي انتوا مش بتصدقوني. والله 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 انا ماليه مصلحه مع الشركه في اي حاجه، بس فعلا انا لو فكرت مليون الف مره اسافر حج اسافر عمره اروح في اي حته مش هختار الا هم. وفي الاسدال ده كان اخر واحد، اعتقد ان انا قلت ان انا هاخد اللون ده يعني. وفي ده برضو اللي انا لسه شايفاه النهارده في توكيل رايا، ما لقيتش الا دبليو دي 5. اخيرا وبعد طول انتظار الكرشر حبيبتي، اللي تدلقي ميه وتتزفلطي وتروحي تجيبي الميه وتيجي تروحي الكرشر. انتوا فاكرين كده وخلصت؟ سوري اقعدي انت هنا. دي تقعد ايه اللي بيلق جوه ده؟ اكيد ما حصلهاش حاجه، دي تقعد في قلبي. ودي عشان عندنا مدرسه بكره. فارس عنده ولد زميله كسر له البورد، وانا ما كنتش اعرف ان المدرسه اتدخلت وقالوا لي نجيب بورد يعني ان وليه الامر تجيب بورد تانية. فانا قلت لها لا خلاص واحنا واحد اما كده يعني. فلقيت البورد هنا اللي جبت له دي من هناك ب6 ريال. بصوا ما بتتكسرش، الاقيه كسرها حبيبتي، دي الاقيه لمسها. جبت احلى حاجه في حياتي المقرمشات، ويا رب ما تكونش فست يعني، لا هي شكلها فعلا اتخرمت فطلع منها الهواء، يا رب ما تكونش ما بقتش كريسبي. جبت كاجو، الحاجه الوحيده اللي انا جبتها ما لحقتش اجيب فستق وبندق ولوز و وجبت دي. بصراحه انا كنت عادي دي للمدرسين، ولكن انا عندي اخواتي البنات فانا جبت منها ابيض واسود وكحل وسوري وجراي وبينك. طبعا الكمبوت. هتقولوا لي يا نونا يعني انت رايحه هناك عشان تجيبي كمبوت؟ هقول لكم عشان هناك الكمبوت الاناناس ده مش بسيرب زي عندنا ميه بسكر. فانا عندي اخواتي مامتي حماتي كل الناس بتحب الكمبوت، فجبت دي، جبت منها كميه يعني عشانهم. تقريبا هي دي الوزن على فكره. طبعا روح قلبي ونور عيني مش نوره مش هتقعد تشرب نسكافيه وسايبه فارس، جابت له نسكويك. بقى يا حبايبي دي اول شنطه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي 4 عجلات، اللي هي الكبيره. اعتقد دي اصغر، ولكن الماتيريال بتاعت دي حاساها اكبر من دي. مش عارفه هل هذا احساس ولا لا.
طيب بصوا مبدئيا دي مش هعرف افتحها اكتر، يعني احودها اكتر من كده. جبت شنط عشان ادي للمدرسين بتوع فارس سجادة الصلاة، بس مكتوب عليها رمضان كريم بحكم ان احنا داخلين على رمضان يعني كده. جبت دي عباية رهيبة رهيبة رهيبة، مش عارفة انا جبت منها 2 بس ازاي واحنا 4 و2 عند. المفروض ان هي ممكن تنزلي بيها، ممكن تروحي بيها في حتة، او ممكن تعمليها عباية استقبال في البيت. اسود ونبيتي، صاحب نصيبهم بقى. وجبت برفيوم رجالي، جبت منها 3 عشان البنوتة كانت سكرة. ودي بقى بتاعت المدرسين، عايزة اطلعها دلوقتي اوريكم. دي انا اسمي، ودي انا مش عارفه ما نقتش الوان ازاي يعني، بس ما علينا. ودي المدرسه بتاعته ميس بسنت، اللي هي اللي تحت المانجر. انا كان نفسي في اللون ده، يلا الحمد لله. ودي ميس رانيا مديره، ودي ميس رانيا المدرسه بتاعت الانجليش، ودي ميس اماني مدرسه السوشيال. كده خلصنا من بتاعت المدرسين. بجد انا مبسوطه قوي بيها. اي نعم انا حاسه ان هي شبه اتفرمت، بس انا مبسوطه قوي بيها، وكل ما همسكها هفضل مفتكراها طول حياتي. ودي كمان طاطا، وممكن تتمسك كده. يعني هي وهي بتختار معايا اصلا دي كانت حاجه بسطوني يعني. جبت زينه عشان العيد، احنا العيد اللي بنزين مش رمضان، زينه رمضان غير. جبت النودلز دي اللي هي لونها احمر، كان نفسي اجيب منها الاسود والاخضر ما لقيتهمش. بصوا نصيحه يعني للي رايح يعمل عمره، اشتري من مكه، لاني في المدينه الاماكن اقل والحاجات اقل عكس مكه بصراحه. دي انا شايفه، دي انا من وجهه نظري. جبت ده احلى حاجه في الدنيا دي كلها، يعني حاجه كده عامله زي شيتوس بس هو مش شيتوس. منه الاسود سبايسي، يعني انا ما شفتش في حياتي حاجه سبايسي زي ده. فليه كمياته كبيره؟ لان احنا ما شاء الله يعني عدد، وفارس يبقى ياخد اصحابه في المدرسه. ودي في واحده سعوديه قلبي وروحي قابلتها في السوبر ماركت، وهي اللي اختارتها لي، سكينه. ده تقريبا من عالم التوفير، الحاجه الوحيده اللي جبتها من عالم التوفير هي ومقرمشات والشيبس. لا بس هي والمقرمشات بس. حلمي وروحي وقلبي وعمري اللي انا كنت بتمنى اروح هناك عشان اجيبها، المبخره الالكترونيه. وجبت دي وقفلتها برضو، دي اللي بقول لكم عليها الاتنين ب25. فانا اتضايقت من الحركه، يعني اتضايقت جدا. بس دي اغلى حاجه، انا مش اغلى حاجه ماديا، اغلى حاجه بالنسبه لي انا جبتها. وجبت دي، ايه ده ما بتشتغلش ليه؟ والله العظيم شغلتها واشتغلت اهي، زرار الباور اهو. وتلاقوا ساقعه، والله ساقعه. طب دي لما كنت انا في تايلاند كنت لاقيه الناس كلها، ده في مستويات، شفتوا 3 ليفل. اقول لكم الحاجه الثانيه، هقول لكم ايه. لا هو انا كل حاجه جبتها كانت احلى حاجه جبتها، فانتوا الكلمه هتبقى كتيره. ودي برضو لبن مكثف محلى، بس ده اسمه لونا. جبت ليه لبن مكثف يا نوره؟ معرفش. طب ما جبتيش ليه لبن مبخر عشان تعملي بيه شاي كرك؟ معرفش. الشوكليت دي حاجه كده رهيبه، ايه اللي ما خلانيش اجيب منها تاني مش عارفه. هي عباره عن ايه؟ عباره عن بس لو كلت حاجه الكحه هتزيد. عباره عن بندق، جوز هند، وشوكليت، وبسكت، واي ثينك كراميل. البتاعه دي اسمها كولكي، اقسم بالله احلى حاجه عدت عليا في حياتي. اختراع انا ما شفتش منه 2، يعني انا مش عارفه مين صاحب الاختراع ده. برضو قالت لي ده طبعا عندنا احنا غالي جدا جدا جدا، اللي هو بوناويل حمام الكريم، هي اللي مختاروه، ريحته حلوه قوي. بوناويل. ما انا بقول لكم انا حاسه ان انا كنت هناك بشتري حاجات للكوزماتكس، ما
يعني ما كنتش بشتري حاجه اللي هي ايه، لان انا ما عنديش حد ادي هدايا، يعني ما عنديش حد، وكل اللي عندي هداياهم فهمتوني، فاديهم فلوس احسن وهم يجيبوا اللي هم عايزينه كاطفال. جبت برينجلز، جبت الفارس 3، وجبت تاني عرض تاني اسمه الديوانيه، لبن مكثف محلى برضو. بس على فكره احنا هنا عندنا ما شاء الله اللبن المكثف بقى غالي جدا. قلبي وروحي ونور عيني وحياتي بعتت لي شاي الربيع، ما اكيد يعني نور عايزه تشرب شاي بلبن، يبقى اعمل ايه شاي؟ يعني بصوا يا جماعه، هي عملت اكنها خدتني تبنتني عشان هي ما عرفتش ان احنا نتقابل، فاكرمتني، ربنا يكرمها يا رب دنيا واخره. ايه ده؟ دي المكسرات، سوري النتس، سوري اسمها ايه دي، المقرمشات اللي انا حطيت لكم عليها. جبت نضاره الفيرو عشان السويمنج اللي احنا مش عارفين ندفعه، عشان خاطر لازم يعمل اسمها ايه، يعمل تحاليل. قلبي وروحي وحبيبتي جابت لي بهارات كبسه، صاحبتي يعني مش بنت السعوديه، واحده ثانيه. وجبت تمر هندي، مش عارفه ازاي تمر هندي ده نفس اللي انا وريته لكم ولكن متشال منه الكفر من بره، يعني هو بس متشال منه الكفر من بره والخيط. شوكليت سفاري اللي انا ما دقتهاش، مش عارفه طعمها ايه، ممكن اجربها بس الكحه هتزيد قوي. كومبو تاني، الزينه والتمر هندي. قهوه عربي برضو هي اللي جابتها لي عشان انا كان نفسي اجربها. كاري الاصلي بقى، برفيوم بتاع اللي انا جبتها وما استخدمتهاش، وكان حلم حياتي استخدمها، كان حلم حياتي بجد حرفيا استخدمها. سجادة الصلاة اللي جواها ايه بقى، السجادة دي انا تتنقلوا بيها في اي تنقلات. بصوا بقى، جبت واحدة ليا لونها جرين، جبت واحدة لمامة زميل فارس، انا ما شفتش الاسماء تصدقوا، مرسوم عليها الكعبة وبتكتبوا عليها الاسم. بصوا بقى يا حبايبي، بما ان انا خلاص الموبايل خلاص جاب اخره في المساحة، فانا هفتح معاكم. الاول جبت دي، مش عارفة ايه لازمة الكابتشو دي، بس جبت دي ماشي. خلاص بقى بصوا، يعني انتوا هتلاقوا الباور بتاعي مشي والشغف راح، والله العظيم والله ان شاء الله الايام اللي جايه هتشوفوا نورنا تانية خالص. فارس جايباها من منازل العين، دي على شكل الفندق، يعني دي على شكل القطه ماشي. ودي بقى شنطه احلامي، احلى شنطه في حياتي، روح قلبي. جابت لي ده اللي زي اللي انا وريته لكم اللي استخدمته هناك، وجابت لي ده فارس اكل واحد في الباص وده التاني، وجابت لي ده عشان هي عارفه ان انا بحب السبايسي، الله يسعدها يا رب. جابت لي ده اختراع لازم تجربوه، يعني اللي موجود عندكم هناك في السعوديه لازم يجرب ده، حاجه كده اختراع رهيب، عباره عن بسكت مملح من بره زي توك عندنا هنا في مصر، ومن جوه زبده الفول السوداني، زبده الفول السوداني من جوه، وفيها من بره زي البارسلي البقدونس اعتقد او زعتر مش عارفه، بيبقى جوه الكيس. استنى، جوه الكيس دي ماشي. انا اسفه والله لسه ما راحتش. جابت لي ده احلى سوداني انا دقته في حياتي، مش عارفه هو الاختراع ده عندنا منه كان اسمه ديلايتس تقريبا، مش فاكره والله، مش فاكره قوي يعني، بس ده معليهوش كفر من بره، يعني هو السوداني مملح. وده
البراند ده اصلا انا كنت بشوفه هناك كتير قوي. واخد بارتيشن، انا اسفه معلش اعذروني، واخد بارتيشن كبير كده. فبجد بجد بجد البراند ده طلع حلو قوي. انا دقت منه، هي جايبه لي كاجو كده، او زي ما فارس بيقول كاشو، جايبه لي ده. عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه، بجد بجد رهيب. وده اهي دي بقى الحاجات دي محتاجه واحنا في رمضان نقعد نتفرج على حاجه انا وفارس وناكل الحاجات دي. بس هو ملوش في الكلام ده. فستق بجد ماركه باجا دي طلعت حلوه قوي. والبسكت اللي هو سوري معمول بالعجوه او كوكيز بعجوه. لوتس معشوق الملايين طبعا. جابت لي ماجي، انا مش عارفه والله هي عرفت منين ان انا بحب ده، اللي هو شقلب واقلب لما اكون مزنوقه، فاهمين؟ الكوفي بقى تقريبا يا عيني حست باللي جوايا فقالت تروق عليا. شايفين؟ والله ما عارفه يعني، بجد 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 مش عارفه اقول ايه على كرم الاخلاق والذوق والجمال. قهوه فرنسيه بالشوكليت. ايه ده انا ما خدتش بالي والله. I love it. فارس فعلا لقاها في السوبر ماركت عندنا هنا وعجبته قوي. ربنا يسعد قلبك يا روح قلبي. ودي التانية دي اللي انا فتحتها بقى، اوريكم من جوه عامله ازاي. اهي بجد تحفه. المعمول ده اللي هو المعمول ده اللي حلواني. يعني مثلا عندنا هنا بعوف، عندنا هنا براندات كتيره. انا ما باكلش الا حلواني، وفعلا احلى واحد في حياتي دقته حلواني. يعني اللي عايز يجيب لحد معمول تمر او اللي هو العجوه ده يجيب مع انا ما جبتش اي تمر، اي تمر ما جبتش. وجابت لي ده اللي هو بسكر. طبعا انا لو اكلت منه كتير فهتلاقوني دبابه وانا عماله اقول لكم عايزه اعمل عمليه التكميم. وجابت لي ده اللي فارس كان عايز خلاص بصوا مش قادر يستنى عشان يفتحه، عشان بيحب اصلا ده الويفر ده. بصوا بقى مبدئيا هوريكم الاول وبعد كده هحكي لكم اللي حصل. تمام؟ انا رحت ابراج اللي هو ابراهيم القرشي، صح كده؟ ابراهيم القرشي. فلقيت عنده اوفر. الاوفر ده كل المجموعه دي مع بعض هوريها لكم. مش فاكره كانت بكام بس سعرها احنا بصوا شايفين الواحده من دي. انا اسفه، الواحده من دي عندنا احنا هنا بثمن العرض كله، ماشي؟ فلما جبتها حبيبه قلبي ونور عيني قالت لي انت هتطلعي بيهم الطياره ازاي؟ قلت لها مش عارفه، والشنطه مش هينفع تتحط فيهم عشان ما تتكسرش. فاوريكم هي جابت لي ايه عشان نحل الوضع يعني. والحمد لله يا رب ان من ستر ربنا، عشان كانت الشنطه ما تتاخدش مني وفي نفس الوقت البرفيوم ما يتاخدش مني. هي قالت لي اتاكدي ان البرفيوم 100 مللي. البرفيوم طلع 100 وشويه، ما طلعش 100، يعني ما طلعش 100 بس. فده الحمد لله. ليه بقى؟ لاني بعد الشر كنت انا وهي هيحصل لنا حاجه عشان الشنطه. عايزه اقول لكم بقى ان وانا ماسكه الشنطه دي كنت كل ما اجي افكر ان انا اشتريها اقعد اقول ايه هحط فيها ايه. انا عارفه ان هم بيحطوا السكين كير بتاعتهم مش عارفه ايه كده، وبشوفهم هم طالعين الطياره بشنطه صغنونه اللي هي 7 كيلو دي ومعاها الشنطه دي. فانا قعدت افكر ان انا لو جبت الشنطه دي في يوم من الايام هعمل بيها ايه. جات لي والله العظيم سبحانك يا رب. ربنا بيسمع فعلا العبد لما يقول يا رب انا محتاج حاجه، يا رب انا نفسي في حاجه. انا ما كنتش يعني استغفر الله العظيم سامحني يا رب، انا كنت مقتنعه بس ما كنتش اعرف ان الموضوع فعلا حقيقي قوي كده لحد ما حصل معايا. لحد من كام يوم موقف على حوار مدرسه فارس، كلمت ربنا والحمد لله يا رب ربنا رد عليا في وقتها. يعني بعدها بكام يوم والله العظيم ربنا ده كبير. فربنا يجبر بخاطر الناس اللي بتفرح ان غيرها، وربنا يفرح الناس اللي موجوده في حياتنا عشان تطبطب علينا مش عشان تبقى عبء علينا تخنقنا وتزهقنا وتخلينا ان احنا نكره عيشتنا. هنا جابت لي النوتيلا. طبعا انا عارفه ان النوتيلا بالذات اكيد فكرت في فروسه الله يسعدها. والعسل ده حلو قوي. انا العسل ده اللي كنت محتاجاه بقى وانا هناك من الكحه. وجبت ده انا ما وريتهولكمش. القرفه غاليه قوي هناك بالنسبه لنا طبعا عشان احنا بنحسبها مصري، فاهمين؟ ولكن هي غير. يعني بصوا هما بيقولوا الاصل اللي تبقى ملفوفه كتيره كده. بصوا دي ملفوفه ازاي،
هو ده اللي شجعني ان انا اشتريها يعني. ودي صدق انا ما شميتش البرفيوم. اولا المحل كان زحمه جدا، مش افهم العروض، ممكن عشان اول مره بقى والصدمه. الناس بقى اللي كانت رايحه عمره وكانت راحت قبل كده هم دول الناس اللي كانت عارفه. معلش على المانيكير النهارده اروح اعمل ايدي عشان بشع. ثواني بقى ثواني، حد يقول لي ايه العظمه دي؟ ايه ده؟ هي شكل الازازه لوحدها انا ما كنتش متخيله ان هي شفافه، لان هم عندهم هناك الازازه لونها اسود. البرفيوم ده ريحته رهيبه 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 رهيبه. والتانية حاضر يا حبيبي. ودي ريحتها رهيبه. Same as the black diamond. Same as the black diamond. At the same time. فين دي بقى؟ حاساها شجري كده يعني. المفضله عندي دي ودي ماشي. ودي هم انا عايزه اقول لكم ان انا كنت هموت على دولا الكبار منهم ومعرفتش الاوفر هو عباره عن ايه. في واحده تالته معايا في الشنطه. التالته بقى البينك بتاعتها لونها مش بينك، لونها ولا منها اورنج ولا منها بينك. رهيبه 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 رهيبه. دي ريحتها عود ودي ريحتها زي المسك كده، بتبقى موجوده مع بعض كده. ودي بقى اللي هي ودي اللي هي بتبقى متغلفه من بره. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ايه بقى؟ ايه بقى؟ اول ما تفتحي اصلا بتشمي برفيوم رهيب. بصي انا لسه واخده بالي من دي، وجبتيه لحد هو في حد ذاته خلاص هو عشقك. في منهم على فكره برفيوم يعني، في منهم كذا واحده ريحتها برفيوم رجالي مش بنوتاتي، بس بيمشوا الاتنين. والله اول لما فتحتها في برفيوم كده طلع في مناخيرك، تحسي ان هو عارفه. فهمتوني صح؟ استنوا انتوا لسه ما شفتوش يعني، ما شفتوش العظمه الكبرى. اكتر حاجه كنت هموت عليها. انا هحكي لكم قصه الحاجه اللي جوه هنا. تمام. الموضوع اللي حصل ان احنا كنا انا واللي معايا في الغرفه كنا بنتمشى في المول، فلقينا انا وهي كان نفسنا في مكوه بخور. سبحانك يا رب. فلقينا واحده، فالراجل بيقول المكوه دي حلوه وعليها اوفر ومش عارفه ايه وكده وشغاله كويس وجميله يعني، وجربها لنا ولقيناها تحفه شغاله ما شاء الله الله اكبر. فهي يا حبيبتي كانت اخر واحده وهي اللي خدتها. فانا بقى كنت عماله ادور عليها. والله العظيم انا لو اقول لكم ان انا الرحله كلها كانت رحله البحث عن المكوه اللي هي اشتريتها دي. حلو. فبعد كده بقى حبيبه قلبي الله يسعد قلبها يا رب جت وعرفت. فيعتبر اخر يوم ليا في مكه، اقل من نص ساعه كانت جايباها لي. ليه بقى؟ احنا عندنا هنا المكاوي اللي هي البخار دي بقت في حته تانية. استنى افتحها لكم. في حته تانية خالص خالص بجد. بقوا يستعبطوا يعني، مثلا براند ملوش اي 30 لازمه وتلاقيها بمبلغ وقدره. فهمتوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انبوكسنج اللي احلى حاجه في حياتي. ولا نفتحها مع بعض؟ شنطه اللي ان شاء الله يوما ما انه نعمل فيها ذهب. شنطه قلبي اللي كل اللي كان يشوفني بيها يقول لي الله دي جميله. الشنطه اللي بتعبر عن ذوق صاحبها يعني. اكيد انتوا فهمتوا بجد. صلوا على النبي بقى وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، وادعوا لها دعوه حلوه من قلبكم. ربنا يسعدها ويرضيها ويكرمها ويشفي لها احبابها. البرفيوم هنا بصوا هوريكم ازاي. اكتر حاجه حبيتها في الموضوع كله ان هي مش على بعض، لا بصوا يعني. كنت حطيت البرفيوم هنا وبتاخد ما شاء الله يعني، بتاخد كميه انا كنت فاكراها مش هتاخد. بصوا بقى بتاخد كميه انا كنت فاكره ان هي مش هتاخد يعني. هوريكم حاجه عشان انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم. بصوا كانت واخده من دي 2 وكانت واخده حاجه تالته كان بيهم، وكانت واخده العلب الصغيره. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا حطوا اللايك واشتركوا في القناه واعملوا زرار الجرس على الكل عشان اللي جاي احسن واحسن واحسن. بحبكم قد الدنيا دي كلها بالحاجات اللي فيها احلى واجمل عيله واخوات في الدنيا دي.